أكيد كلنا في الحر دوت بندور على حاجة حلوة كده وتكون ساقعة وترطب علينا قلبنا وتنسينا الجو اللي احنا فيه. فما لقيتش أحلى من وصفتنا النهاردة. دانت الكراميل اللي الكبير قبل الصغير بيعشقه وبيموت فيه، ولأننا بطلنا نشتريه من المحلات وبنعمله في البيت بطريقة حلوة جدا، فقلت النهاردة أقدم لكم وصفتنا اللي هتنسيكوا حر الصيف خالص. مكوناته سهلة ولذيذة وموجودة في كل بيت. يلا بينا نسمي الله ونروح نشوف على طول الطريقة. انا هنا حطيت الكازرولة بتاعتي على النار وحطيت كوباية من السكر اللي هو المج بتاع الشاي اللي موجود في كل بيت. هحط السكر ومش هاجي جنبه لحد لما يبتدي يكرمل من تحت نبتدي نقلبه. وهنزل عليه بكيلو من اللبن الحليب، وتقدري تستخدمي اللبن المعلبات. هنقلبه كده. وتعالوا بقى دلوقتي نحضر مادة الربط بتاعتنا. انا هنا هستخدم الكاستر، واستخدمت كاستر حلو الشام. تقدري تستخدمي النشا لو ما عندكيش كاستر، بس بصراحة الكاستر بيديله غناوة حلوة جدا. بس لو ما عندناش مفيش مشكلة، مش هنوقف وهنكمل الوصفة بتاعتنا. هندوبه في ربع كوباية من المية وهنركنه على جنب. تعالوا بقى نرجع دلوقتي للمهلبية بتاعتنا. هننزل كده بمعلقة من الزبدة، وبعد كده هننزل بالكاستر بتاعنا اللي قلنا ممكن نستبدله بالنشا. وهنقلب كده على طول وهيبتدي يربط ويديني القوام ده. سهل وسريع ولذيذ وتقدري تعمليه في منت الا منت، يعني ما ياخدش معانا وقت خالص. وده شكله بعد ما رفعناه من على النار، وده قوامه. دلوقتي انا هقدمه في القوالب دي، ودي بتبقى موجودة في محلات مستخدمات الحلواني او المحلات اللي بتبيع الحاجات الخاصة بالحلويات. تقدري تستخدمي انتي الكاسات، البولات، اي حاجة عندك تقدري ان انتي تستخدميها. وانا هنا صبيته وهبتدي بقى كده جرنش عشان ندي شكل حلو وكمان طعم احلى. انا هنا عندي صوص كراميل وهبتدي اعمل كده خط زجزاج علشان نجرنش الطبق ونديله زي ما قلنا شكل حلو كده، ونعمل شغل جميل يخطف الأنظار. نجرنش بقى البولات بتاعتنا دي كلها. وشايفين قد ايه الوصفة بتاعتنا سهلة وسريعة ومش محتاجة أي مكونات خالص. وده شكله. أنا حطيت هنا البسكوت الكريسبي ده، شايفين شكله جميل جدا. وتحطيه بقى في التلاجة يسقع وتقدميه بجد كريمي جدا وطعمه تحفة وحاجة كده فوق الخيال. وزي ما قلتلكوا هتنسينا حر الصيف اللي احنا فيه ده. بجد وصفة سهلة وسريعة جدا. اتمنى ان تكون عجبتكم، وياريت لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم للتشجيع. واقول لكم مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد.